اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم فيديو جديد وأكلة جديدة. دوسي لايك ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي. هعمل معاكم مكرونة بالطماطم، أكلة حلوة كده. بحب دايما تكون العشوة بتاعتنا تكون مكرونة بالطماطم. مش شرط يكون جنبها حاجة، ممكن تعملي جنبها شوية سلطة، ممكن تعملي جنبها آه، شوية بطاطس محمرة. هي بتبقى أكلة حلوة قوي. وكمان هقولك ازاي ما تبقاش مكلفة. هتجيبي كيلو مثلا من الطماطم على كيلو ونص مكرونة، أو نص كيلو مكرونة مثلا على آم، يعني نص كيلو كمان من الطماطم. كل ما كترنا الطماطم كل ما طلعت معانا المكرونة في منتهى الجمال. في ناس ما بتحبش الطماطم تكون كتير في المكرونة، والعكس. يعني في ناس ما بتحبش تاكل مكرونة تكون غرقانة كده صلصة، ما بيحبوش كده. في ناس تانية تحبها يعني غرقانة كده طماطم. لو مش معمولة كده بالنسبة لهم لا، مش مكرونة، دي مش حلوة. بس زي ما قلت لكم، كل ما زادت الطماطم في المكرونة كل ما كانت طعمها احلى. في ناس يعني بتحبها كده وفي ناس بتحبها كده. طبعا انا بحضر الطماطم لغاية يعني ما المكرونة بتاعتي تتسلق. هجيب كده القوطة اللي انا قطعتها واحطها في الخلاط، وبسلق المكرونة بسلقها في مية. يعني عندي حلة فيها مية بتغلي، حطيت فيها معلقة زيت ومعلقة ملح. غليت معايا، نزلت بالمكرونة، مكرونة اسباجيتي. انا بحب ان انا يعني بحب المكرونة اسباجيتي، وكمان بحب ان احنا نكسرها، يعني نكسرها على 3. في ناس ما بتحبش تكسرها، تقولك ما هي اصلا يعني هي اسباجيتي معمولة ان هي تتاكل يعني طويلة قوي كده. وفي ناس تانية ما تحبهاش كده. انا بصراحة طول عمري بعملها يعني بكسرها، ما جربتش اعملها قبل كده يعني زي ما هي، وبتطلع حلوة. يعني حتى عشان لما نيجي نستعملها بالشوكة ما تبقاش صعبة شوية بالذات للأطفال. بس هي بقى بتتسلق. انا قلت عمال ما تتسلق اكون انا آم، حطيت الطماطم في الخلاط وضربت الطماطم يا دوبك اصفي المكرونة، وبعد كده هنزل بالطماطم في الحلة بتاعتي. انا بقى يعني من مدرسة ان الطماطم او الصلصة ما تبقاش فيها بصل او توم. فزي ما قلت لكم انا مش من مدرسة ان انا احمر طماطم او احمر بصل او الكلام ده كله. لا، ما بحبش الموضوع ده خالص. بحسه تقيل جدا جدا. يعني ايه اعمل مكرونة بالصلصة فاحط عليها توم او احط عليها بصل؟ ممكن اضرب مع الطماطم بصلاية واحدة بس، مش اكتر من كده. طبعا المكرونة بتاعتي اتسلقت، فحضرت المصفى وهشيل الطماطم من الحوض، وهبدأ ان انا اصفي المكرونة. يلا بينا بقى نصفي المكرونة، بسم الله. عندي كده المصفى بتاعتي اهي. هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا عشان تطلع معاكي زي الفل وما تبقاش معجنة، ما تخليهاش تستوي لحد الاخر. يعني خليها تاخد 3/4 سوا، مش اكتر من كده. وبعد كده هي هتكمل سواها وهي محطوطة اصلا في المصفى، عمال ما الصلصة هتكون جهزت، والصلصة كمان هتكون سخنة. فعشان ما تلاقيهاش اتهرت منك، يعني انتوا فاهمين. بصوا ما شاء الله اللهم بارك عاملة ازاي. لكن لما انت تسلقيها سلقة كاملة وتيجي تحطيها في الصلصة وهي سخنة وتركنيها في المصفى، طبعا انا اديتها شطفة وقفلت عليها النار. هجيب بقى الحلة اللي انا سلقت فيها المكرونة بتاعتي، وهحط فيها شوية من الزيت. وطبعا كنت ضربت الطماطم في الخلاط، فهنزل بالطماطم بتاعتي زي ما قلت لكم. ولا هحط بصل ولا هحط اي حاجة، هي بس الطماطم. وهحط عليها ملح وفلفل اسود، احط 7 بهارات، احط ورق لورا، احط مستكة، احط اللي انا عايزاه. بس دايما بنحط ملح وفلفل اسود بس، مش اكتر من كده. وهسيبها لحد ما تتقل معايا وتبقى صلصة. وبعد كده هحط فيها المكرونة، هدي المكرونة برضو شطفة تانية عشان ما تلزقش في بعض. وبعد كده هحط المكرونة واديها تقليبة واحطها معاكم.
وهتبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم. بصوا تحفة ازاي، جربوها ان شاء الله تعجبكم، سهلة وسريعة. اشوفكم على خير.